في الفترة الأخيرة جالي أكتر من كومنت بيتكلم عن شخصية واحدة وهو جوني هيرس، فقررت إن أبحث عنه وأعرف مين الشخص ده وإيه الحكاية اللي وراه، واكتشفت إنه صانع محتوى عادي جدا زيه زي بقية صناع المحتوى التانيين، وده بالظبط اللي جاب بالي أول لما فتحت قناته على اليوتيوب، لحد لما عرفت السر ورا الكومنتات اللي جاتلي. It is not the first time that communist tanks have rolled over gallant men and women. Let the record show that our restraint is not. جوني هيرس واحد من أقوى صناع المحتوى بالنسبة للمونتاج، والمونتاج بتاعه مطلوب جدا في السوق. في الفيديو ده هوريك خطوة بخطوة ازاي تعمل مونتاج بالشكل ده لحد ما توصل لنفس النتيجة اللي بيطلع بيها جوني هيرس في فيديوهاته، وكمان تقدر تطبقها على أي فيديو تاني بسهولة. وطبعا هتلاقي كل الملحقات اللي مستعملينها في الفيديو ده في الوصف اللي موجود تحت، ومتقلقش يعني مش نفس الفيديو اللي فات بالنسبة ان انا كنت ناسي انزل الملحقات. هتفتح افتر افكت تعمل نيو كومبوزيشن، تاكد ان العرض والطول على الارقام دي. بعد كده نروح نعمل نيو ونختار السوليد، ومن افكت نبحث عن تاثير جريديان رامب ونضيفه للسوليد، ومن اعدادات الافكت نخلي بوينت في النص وبوينت تانية تكون موجودة على الطرف من الشمال بالطريقه دي. ومن رامب شيب نغيرها نخليها راديال رامب، وبالنسبه للون البوينت اللي في النص فهنغيرها ونكتب الارقام ديت عشان تطلع لنا درجه اللون ده، وبالنسبه للبوينت التانية فهنكتب الكود ده في اللون عشان نطلع بدرجه معينه، ونسحب البوينت دي بعيد شويه عشان تكون الدرجه افتح من كده. ومن بروجكت هنضيف الصوره ديت واللي اكيد هتلاقيها في رابط الملحقات اللي هيكون في وصف الفيديو، وندوس اس عشان نفتح السكيل ونكبرها بالشكل ده. ومن افكت نبحث عن تاثير تنت ونضيفه للصوره، ونروح لمود الصوره ونختار سوفت لايت. بعد كده ندوس تي عشان نفتح الاوباسيتي ونقللها، وهنضيف صورة تانية اللي هي صورة الورقة وندوس اس عشان نفتح السكيل ونكبره بالشكل ده. وهنا برضك هنغير المود ولكن هنختار اوفرلاي. بعد كده ندوس تي عشان نفتح الاوباسيتي ونقللها، وهنضيف صورة تالتة وهنعمل نفس النظام، نكبر السكيل بنفس الطريقة اللي فاتت. ومن افكت هنضيف لها نفس التأثير واللي هو تأثير تنت، ونروح للمود ونختار اوفرلاي وندوس تي عشان نفتح الاوباسيتي ونخليها على 30. كنترول اي عشان نختارهم كلهم. بعد كده ندوس كنترول شيفت سي عشان نضيفهم كلهم في كومبوزيشن واحد، ونروح نيو ونضيف سوليد جديدة. ومن افكت هنبحث عن تأثير جريديان رامب ونضيفه للسوليد، هنغير الرامب شيب ونخليها الراديال رامب ونضيف البوينت في النص والبوينت تانية هنخليها على الشمال، وتأكد ان بوينت اللون الابيض تكون هي اللي موجودة في النص. لو مختلفة فعادي جدا نغير في الالوان نفس اللي عملته، وننزل لمود السوليد ونغيره لمالتي بلاي، ونبعد بوينت اللون الاسود بعيد شوية بحيث ان درجة الغمقان ما تكونش تقيلة. بعد كده هنروح ونضيف اول صورة معانا على الخريطة، بس عايزك تأكد ان الصورة تكون تحت السوليد. هنغير في حجم الصورة شوية بحيث ان هي تبان اصغر من كده. كنترول تي عشان نكتب تكست وهنعمل علامة الاستفهام، وتأكد ان هي تكون موجودة تحت السوليد. هنحدد علامة الاستفهام ونخليها في نص الكفر، واختار شكل التكست براحتك. وبعد كده نروح للإفكت وندور على التأثير ده ونضيفه للعلامة. ومن اعدادات الإفكت هنخلي بوردر على 3 ونخلي دي 6/10. طبعا ده يدي شكل واقعي شوية وكأنها حاجة مطبوعة على الورقة. وعشان نشوف الفرق فالغي الإفكت واظهره تاني. وبعد كده نروح نضيف صورة تانية واللي هي صورة اللزق او الشكرتون الاسود، وده نخليه يبان كأنه مثبت او لازق الصورة. بعد كده ندوس اس عشان نفتح السكيل ونكبره شوية واظبط مكانه على الشكل اللي يعجبك. بعد كده ندوس كنترول تي عشان نفتح التكست ونكتب العنوان اللي عايزينه، ونصغر التكست كأنها كتابة موجودة على اللزق. كنترول دي للتكست بحيث ناخدها كوبي وننزلها تحت شوية، وضيف الجملة اللي عايز تكتبها. ومن فونت اختار الشكل اللي يعجبك. بصراحة ما عجبنيش اي شكل من اللي انا اخترته خالص فغيره شوية، وفي الاخر استقريت على شكل الفونت ده. طبعا دي حاجة بترجع لذوقك فاختار اللي يعجبك. وبعد ما تختار الفونت فاعمل سيلكت على الجملة الكبيرة ودوس تي عشان تفتح الاوباسيتي وقللها شوية، هتظهر معانا بالشكل ده. بعد كده نروح لإفكت ونبحث عن تأثير جريديان رامب ونضيفه لتكست العنوان. هنخلي بوينت اللون الاسود تكون من تحت وبوينت اللون الابيض تكون من فوق، ونشد بوينت اللون الاسود لتحت شويه بحيث ان درجه الغمقان تقل. بعد ما ظبطنا التكست فهنروح ونضيف الصوره دي وندوس اس عشان نفتح السكيل ونكبره شويه، ونلغي السيلكت من على اي حاجه تحت ونروح فوق ونختار ماسك بنسل، ونتاكد ان الفيل اوبشن مقفول على نون. وبالنسبه للستروك فخليه على اللون الاحمر. كل اللي هتعمله دلوقتي انك تعمل زي شكل دايره مقفل على الصوره. بصراحه اخدت مني وقت كبير جدا وهي بالنسبه لي معاناه لاني مش بعرف اتحكم في البنسل، فعلى قد ما تقدر حاول انك تطلع شكل تكون راضي عنه. واعمل سيلكت على الشيب لاير ومن فوق اعلي درجه الستروك شويه، ومن الشيب لاير نختار كونتنتس. بعد كده نختار شيب ونروح للستروك وننزل للتيبل، واعلي في الستارت والاند شويه لحد ما تطلع بشكل يعجبك.
وما تنساش انك تخلي السوليد اللي عملناه في البدايه تكون اول حاجه. ومن تراك مود الصوره الخضراء اللي كنا لسه خافينها نختار الشيب لاير ونرجع نعمل اظهار للصوره ونخفي الشيب لاير. هيظهر معاك شكل ماسك الشيب لاير ولكن بباك جراوند الصوره. ومن افكت نبحث عن التاثير ده ونضيفه للصوره الخضراء. هنلعب في الالوان شويه، فهنخلي هنا مثلا 190 وننزل تحت نعلي دي شويه بحيث انها توصل في حدود 40 او 60. وبالنسبه لللايتنس فعليها شويه، ممكن نخليها في حدود ال10. شوف لو الدرجه دي ترضيك فكمل عادي، لو عايز تعلي في الاضاءه فعلي من هنا شويه. بالنسبه لي كده جميل جدا. ونروح للافكت ونبحث عن التاثير ده ونضيفه للشيب لاير ونخلي بوردر على 4 ونخلي دي على 4/10. طبعا ده يدي شكل واقعي شويه وكأن الخط معمول بالايد. ولو حسيت بتشوهات في الموضوع فترجع للتيبر من الشيب لاير وتعلي وتوطي في الستارت والاند براحتك. بعد كده نروح نضيف صوره المجله وندوس اس عشان نفتح السكيل ونكبره شويه. تاكد انك عامل سيلكت على الصوره ومن فوق نختار ماسك المستطيل ونحدد عنوان الجريده بالشكل ده، والعب في حجم ومكان الجريده شويه بحيث انه يبان فوق الصوره. ومن افكت نبحث عن تاثير الدروب شادو ونضيفه للصوره، والعب في اعدادات الافكت شويه لحد ما توصل لنتيجه ترضيك. وما تنساش من مود الصوره نغيره المالتي بلاي، ده هيديها شكل واقعي اكتر. وعشان نخليها واقعيه اكتر من كده فندوس ار ونغير في الميل بتاعها، لان في الحقيقه مفيش حاجه بتكون بيرفكت ومنتظمه. ونروح نضيف صوره تانية واللي هي صوره المثبت او اللزق بحيث ان هي تبان ان هي مثبته صوره الجريده بالشكل ده. وبرضك ما تنساش انك تغير المود للمالتي بلاي. ومن افكت نبحث عن التاثير ده ونضيفه للمثبت. ومن اعدادات الافكت هنفعل الخيار ده ونخلي دي على -7 وننزل تحت نخلي دي مثلا على 90. ودي درجه اللون اللي هتظهر لنا. لو عايز تفتحها شويه فتعلي في اللايتنس. طبعا درجه اللون دي حاجه من ذوقك، فاختار الشكل اللي يعجبك. بعد كده نروح وهنضيف صوره جريده تانية نفس طريقه الجريده اللي فوق. هنخلي مود على مالتي بلاي ونلعب في السكيل شويه ونلعب كمان في الروتيشن. وهنبتدي ان احنا نضيف الصور اللي متعلقه على الخريطه. فدي صوره برضك هتلاقيها من ضمن الملحقات اللي الرابط بتاعها هيكون مثبت في وصف الفيديو. هنلعب في الابعاد والسكيل شويه ونغير المود لمالتي بلاي. وهنعمل نفس الكلام بالنسبه للصور الباقيه. بالنسبه للصور الباقيه اللي هتضاف فمفيش اي جديد، الموضوع سهل جدا، ولكن الصعوبه كلها تلاقيها في الوقت وكميه الصور. اما بالنسبه للتنفيذ فانت هتنفذ على صوره واحده بس والباقي هتاخده كوبي بيست. ورتب الصور على الشكل اللي يعجبك واللي يرضيك. وبعد ما رتبتها بالشكل اللي يرضيك فهتروح لافكت وتبحث عن تاثير الدروب شادو وهتضيفه لاي صوره منهم. ومن اعدادات الافكت حاول انك توصل لشكل يرضيك وخد الافكت كوبي عن طريق كنترول سي واعمل سيلكت على بقيه الصور ودوس كنترول في. كده احنا في السليم، ولكن برضك في مشكله وهو ان الصوره بتبين الصوره اللي وراها. وده سهل جدا يا معلم. اعمل سيلكت على اي صوره داخله مع صوره تاني وهتبتدي انك تحدد الصوره وتقصها بالشكل ده. مش لازم تكون بيرفكت قوي لان هي مش هتبان بنسبه كبيره. وهنعمل نفس الطريقه بالنسبه لاي صوره متداخله مع بعض. وزي ما قلت لك ان كل حاجه يعتبر كوبي بيست، فبقيه الصور التانيه هتكون بنفس الطريقه. وبعد ما عملت كل الصور فنروح نضيف صوره تانيه لنفس المثبت وهنبتدي ان احنا نضيفها ما بين كل مجموعه صور بحيث ان هي تبان ان هي اللي مثبتاهم. وندوس كنترول تي عشان تعمل التكست وتكتب جمله ما بين كل مجموعه صور. وبالنسبه للفونت فانا خلاص هثبت على فونت معين وهو الفونت اللي كنت مستخدمه في العنوان الاول. العب في اعدادات التكست لحد ما تكون متساويه مع صوره المثبت او اللزق. وزي ما تعودنا اي حاجه بنعملها في مجموعه صور فهنروح نعملها للمجموعه اللي بعدها. الموضوع سهل جدا وبسيط ومش مطلوب منك انك تكون محترف في افتر افكت. بعد كده نروح ونضيف صوره تانية واللي هي الصوره الخضراء اللي كنا مستعملينها. وندوس اس عشان نفتح السكيل ونكبر السكيل لحد ما يغطي كل الصور اللي عندنا. وعشان نسهل الموضوع فاخدت كوبي للافكت اللي كنا ضايفينه لنفس الصوره في الاول. وهنبتدي ان احنا نخفي الصوره وهنعمل نفس الطريقه. نضيف الشيب لاير، سيلكت على ماسك بنسل من فوق ونخلي الستروك على 13. وهنبتدي ان احنا نعمل الشبكه اللي متوصله بكل مجموعه الصور. وبرضك ممكن نقلل في ستروك الشيب لاير شويه. وهنبتدي ان احنا نعمل الشبكه اللي موصله الصور كلها ببعضيها. هتخلي كل مجموعه صور متوصله ببوينت واحده مع بعضيها. وبعد كده هتوصلهم بالصوره الاصل واللي هي الصوره اللي في النص. وبعد ما نخلص توصيلهم ببعض فهنروح لإفكت ونبحث عن التأثير ده ونضيفه لأي شيب لاير فيهم. ومن إعدادات الإفكت هنخلي بوردر على 2 والسكيل على 26. برضك زي ما قلت لك ده إفكت هيدي واقعية شوية. ناخد الإفكت كوبي وبعد كده نروح نعمل سيلكت على بقية الشيب لاير وندوس كنترول في. بعد كده نعمل سيلكت على كل الشيب لاير ونغير المود لمالتي بلاي. واحنا محددين كل الشيب لاير ندوس كنترول شيفت سي عشان نخليهم كلهم في كومبوزيشن واحد. ساعتها هتلاقي المود اتغير ورجع للنورمال، فانت رجعه تاني للمالتي بلاي. ومن الصورة الخضراء اللي كنا
كنا لسه خافينا، فهنروح للتراك مود ونختار الكومبوزيشن اللي لسه عاملينها ونعمل اخفاء للكومبوزيشن وننزل نعمل اظهار للصوره الخضراء. سيلكت على الصوره والكومبوزيشن وندوس كنترول شيفت سي عشان نخليهم في كومبوزيشن واحده، ومن المود نروح نغيره ونخليه للمالتي بلاي، كده درجه اللون افضل بكتير. ومن افكت نروح نبحث عن تاثير الدروب شادو ونلعب في الاعدادات لحد ما نوصل لشكل يعجبنا. بردك في نقطه وهو ان انا ما وصلتش المجموعتين اللي فوق ببعض، انا موصل كل النقط ببعض ولكن المجموعتين اللي فوق كان لازم نعمل لهم ماسك تاني عشان يوصلهم ببعض. ونرجع للاصل وندوس كنترول اي عشان نحدد الكل، وبعد كده ندوس كنترول شيفت سي عشان نعملهم في كومبوزيشن واحد. ومن افكت نبحث عن تاثير السبوت لايت ونضيفه للكومبوزيشن. طبعا انا مش اجمد حاجه في اعدادات الاضاءه، فحاول انك تلعب في الاعدادات لحد ما توصل لشكل يرضيك، ولكن في الاخر دي افضل اعدادات انا قدرت ان انا اوصل لها. ونرجع للكومبوزيشن اللي فيها كل الصور وننزل تحت شويه لحد ما نوصل للشيب لاير الدايره اللي موجوده على علامه الاستفهام، ونروح لاعدادات الشيب لاير ومن اد نضيف التريم باس، ومن التريم باس هنتحرك كام خطوه قدام لحد ما عايزين الافكت ينتهي ونعمل كي فريم للستارت والاند. هو مش لازم تعمل كي فريم للستارت، ممكن من الاند بس. بعد كده نرجع كام فريم لورا ونخلي الاند على 0. سيلكت على الكي فريم وندوس اف 9، وبعد كده نروح للجراف اديتور ونخلي شكل المنحنى بالطريقه دي بحيث انه يكون سريع في البدايه ويبطئ في النهايه، وده الشكل اللي طلع معانا في الاخر. دلوقتي هنروح لحركة الكاميرا البسيطة جدا ونعمل نيو ونضيف الكاميرا ونتحرك كام فريم قدام عشان نحدد نهاية اللقطة الأولى. واحنا محددين الكاميرا ندوس كنترول شيفت دي عشان نقسم الكاميرا لجزئين. سيلكت على البارت الأول، بعد كده ندوس بي وشيفت ار عشان نفتح كل الاتجاهات. ومن نهاية البارت الأول من الكاميرا نعمل سيلكت على كل الاتجاهات ونفعل لهم الكي فريم، ونرجع للبداية ونحدد الشكل اللي عايزين الكاميرا تبتدي من عنده. طبعا دي كلها بتبقى أذواق، فمش لازم تكون شبه بالظبط في حركة الكاميرا. انت شوف الأساسيات بتمشي ازاي وابتدي بدع وطلع حاجه ترضيك، لانك لو عايز تحترف اي حاجه فطريقه الكوبي بيست مش هتفيدك. مش بقولك انك ما تمشيش ورايا في الخطوات، انا بس كل اللي عليا ان انا اوريك الطريقه وانت عليك انك تبدع وتطلع شكل مختلف لوحدك. وهنبتدي ان احنا نعمل بقيه حركه الكاميرا بنفس الطريقه. هنقسم الكاميرا لاجزاء عن طريق كنترول شيفت دي فتتقسم لنا لجزئين، وكل جزء فيهم هيبقى ليه زوايا وحركه مختلفه. وطبعا الابعاد والزوايا ديت بتتاخد عن طريق انك تحدد الكاميرا وتدوس بي بعد كده الشيفت ار. وبس ما تنساش انك تقولي رايك في الكومنتات، وعايز الفيديو الجاي يكون بيتكلم عن ايه. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.